أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مظلوم، يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما السيف ما الرمح لولا خفقة العلم، إن رف أزمعت الأرواح للعدم. وما الجحافل إن قلت وإن كثرت، لو لم يكن لهواها ثابت القدم. وما اللواء سوى ما قام قائمه في كف من لسوى الهيجاء لم يقم. حام الضعينة من فادا بمهجته دون ابن بنت رسول الله والحرم. آلى على نفسه مذ صال مرتجلا، نفس الوقاء لنفس المفرد العلمي، ألا يجرد في الهيجاء صارمه إلا ويغمده في نحر كل كمي، أو يملك النهر لا ريا لظلته، بل كان يبغي وصول الماء للخيم. ومذ أحس ببرد الماء وهو على ما فيه من ظمأ في القلب محتكم، بكى وقال تروى غلتي وأخي. الله أكبر من ماء الفرات ضمي، فآب يحمله عمدا إلى الحرم. لكنما القدر المحتوم عاجله دون الوصول، وفي سهم المنون رمي. وبالعمود غدت نصفين هامته، نفس الفداء لرأس منهم. حتى هوى وهو مقطوع اليدين إلى جنب الشريعة مطروحا معايا. نادى أخاه ألا أدركني
وادهم فخر كالصياغ منقضا أخوه على جثمانه بفؤاد منهم عباس أنت عمادي أنت مستندي وأنت جامع شملي أنت معتصمي اليوم خالفت عين الدين ساهرة اليوم نامت عيون فيك لم تنمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم. عاشت الجزيرة العربية قبل الإسلام حروبا طاحنة امتدت عشرات السنين. هذا اللي كان بين الأوس والخزرج وبين قبائل أخرى إلى أن جاء الإسلام فآخى بينهم وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والإنسان في حياته الدنيا وخاصة في المهام الصعبة يحتاج إلى الأخ. عموما أن أمير المؤمنين يقول الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. قد يكون الصديق أخ خاصة في الإيمان إنما المؤمنون إخوة. لهذا الشريعة الإسلامية تؤكد على الإكثار من الإخوان. يقول الشاعر وأكثر من الإخوان ما استطعت إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور وليس كثيرا ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير. الإنسان يحتاج في المهام الصعبة إلى الأخ. الأخ يعني حامل اللواء كما هو حال أبي الفضل العباس، والساعد الأيمن والجناح، فلا يستطيع الإنسان أن يطير بدون جناح. الإمام علي عليه السلام يقول أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بدون سلاح. يعني مثل ما عند أخ مثل المتوجه للمعركة بدون سلاح يقتل. لهذا موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون وزير. وزير يعني سند وداعم لمهمته. يقول كما في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا ما عمل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جعل عليا وزيرا له. أحدهم وهو محمد الغزالي صاحب كتاب فقه السيرة، عالم مصري، يقول هناك من يشكك في موضوع المؤاخاة بين علي ورسول الله في المدينة. يعني من أعمال الرسول في المدينة بنى مسجد، عمل كذا كذا، وأيضا آخى بين المهاجرين والأنصار، إلى أن لم يبقى أحد إلا الإمام فآخى عليا. كانت المؤاخاة بين الرسول وعلي. هذا الرجل يقول هناك من يشكك في المؤاخاة بين علي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ثبت بالتواتر أن رسول الله قال لعلي يوم أبقاه في المدينة عندما توجهوا إلى تبوك، قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يقول فإذا ثبت هذا ثبت هذا، إذا صح هذا صح. يعني إذا صح هذا الحديث حديث المنزلة يصح حديث المؤاخاة، لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان بالمهمات الصعبة يحتاج إلى الإخوان، وخاصة في ديار الغربة نحتاج إلى أن نكثر من الإخوان. نحن ننفتح على الآخرين ونجعل لهم ونجعل منهم إخوان لنا. نعم هناك حقوق للإخوان يذكرها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول وحق أخيك أن تعلم أنه يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه وعزك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تصول بها. بهالشكل يوصف الأخ، فلا تتخذه سلاحا على معصية الله. هو ظهرك هو قوتك هو جناحك، لكن استخدمه في الصالح العام. فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا للظلم لخلق الله. وبعض الناس يتباهون بإخوانهم ويتمردون أشقياء يعيثون في الأرض فسادا. قل لا، فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة لظلم خلق الله ولا تدع نصرته على نفسه ولا على عدوه. أكو أيضا حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل له يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، المظلوم يحتاج إلى نصرة، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم، تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم، هذا هو النصر بالشريعة الإسلامية. ولا تدع نصرته على نفسه والمعونة له على عدوه. فالعلاقة يجب أن تكون علاقة موجهة قصدها الصالح العام. ولهذا كما عندنا في الأخبار أن أمير المؤمنين سلام الله عليه سأل أخاه عقيل بعد وفاة الزهراء أن يصف له امرأة ولدت الفحول لكي تلد له غلاما شجاعا يعرف معنى الأخوة ويضحي من أجل أخيه. فكانت فاطمة بنت حزام الكلابية رضوان الله تعالى عليها التي أنجبت العباس وإخوته حيث كانوا من المتسابقين للاستشهاد بين يدي أبي عبد الله الحسين. ومن حقوق الأخوة أن نحافظ عليهم وعلى سمعتهم في الغيبة وأن لا نذكرهم بسوء
وألا نذكرهم بشيء يعني لا يرضيهم. لمرات احنا نشجع حتى المخطئ، يمكن ان نصحح خطأه بطريقة تزينه. الوارد عن الامام العسكري سلام الله عليه: من وعظ اخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. حتى المخطئ نخطط او نصحح خطأه بطريقة نستطيع معها ان نستخدمه ونأتي به إلى صفوفنا. لهذا الشريعة الإسلامية ذمت من يذكر الآخرين بسوء، هذا ما يدعو إلى الفرقة. والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا قصير ذاك طويل، هذا نحيف ذاك سمين، هذا يحكي هذا متلعثم. طبعا رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. الشاعر يقول: وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر. فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان منطيقا يقولون أبكم، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زواق يرائي ويمكر. فلا تختلط بالناس في المدح والثناء ولا تخشى غير الله والله أكبر. رضا الناس لغاية لا تدرك، لكن مع هذا أقول: المؤمن من يعفو ويصفح ويحاول أن يذكر الآخرين بخير. لماذا؟ لأن ديننا الإسلامي يريد منا أن نكون مجتمعا منسجما متفاهما يحب بعضه بعضا. لا يؤمن، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني إذا أشوف أخوي ما عنده بيت أتحرك، أكون أسعى من أجل تهيئة البيت، أو ما عنده سيارة أو هكذا، أحاول أن أبذل ما يمكن بذله من أجل تهيئة فرص العيش وإدخال السرور على قلبه، وفي ذلك ثواب. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه: إن لله عرشا لا يسكن تحت ظله إلا من أسدى لأخيه معروفا، أو نفس عنه كربا، أو قضى له حاجة، أو أدخل إلى قلبه سرورا. حتى مسألة الاحترام، المصافحة، الاستقبال بوجه منبسط شيء جميل. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. فلكي نخلق مجتمعا متفاهما منسجما متعاونا يجب أن نكون الاحترام لبعضنا البعض ولا ننتقص من الآخرين. لأن الإنسان لا يخلو من العيوب، الكمال لله سبحانه وتعالى. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين. لسانك لا تذكر به عورة، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. فلكي نخلق مجتمعا نكون مجتمعا منسجما علينا أن نشيع حالة الاحترام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الإصلاح يكون من خلال ترطيب الأجواء. ترطيب الأجواء شلون يكون؟ من أشوف مثلا فلان أقول له
له فلان يذكرك بالخير، يحبك، يسأل عنك، ما أقول له ذكرك يقول كذا وكذا وهذا هيجي لا، دائما أحبب له الآخر ولو على مستوى الإصلاح، هو المستوى الإصلاح. يعني الكذب محرم، لكن إذا استوجب الإصلاح بين اثنين، بين فئتين متخاصمتين، يكون محمود. وإصلاح ذات البين وصف الإمام علي عليه السلام بأفضل من عامة الصلاة والصيام. الناس توصي بأموالها بعقاراتها، وصية الإمام بمن؟ أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما محمد صلى الله على محمد وآل محمد يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. فعلينا لكي نكسب هذا الأجر أن نبادر إلى إصلاح ذات البين إن وجد. فلان ما موجود، وين؟ أتفقده. هكذا حال الأنبياء والأوصياء والعلماء. أنا أتذكر مرة تشرفنا بزيارة السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره محمد باقر الصدر. أنا واحد الأخوة استشهد رحمة الله عليه. سلمنا عليه رأسا، التفت ذاك الأخ محمود قال له وين محمد؟ أخوه الأكبر هو كان نائب عسكري. شو ما شفناه؟ قال له هو مشغول بالعسكري. يقول قبل 6 أشهر زرناه، وبعد 6 أشهر قاعد يسأل عنه وين، شو ما شفناه. فكيف إذا غاب عنك مثلا يوم، يومين، 3، 4 كن أصلا تبادر. والمبادرة هذه تبعث على الثواب. خل تكن زيارة، تبادل الزيارات. ما زار المؤمن أخاه المؤمن إلا نادته الملائكة طبت وطابت لك الجنة. نعم تحتاج إلى أن تعطي من وقتك، وفي بعض الأحيان لإصلاح ذات البين تعطي من جيبك أموال. محمد باقر الناصري والد الشيخ أبو زهراء، تعرفون الشيخ محمد مهدي الناصري، كان عضو برلمان في كندا، هو إمام مركز أهل البيت. مرة في لندن صارت خصومة بين اثنين. واحد يعني دخلني، وصلتني إن صح التعبير، يريد يشتري سوبر ماركت مال واحد آخر، واشتروه واتفقوا على السعر 100%. ورا 3 أشهر هذا قال لا، شو البضائع قليله، مو انت احصيتها ودورتها. اجاني مثل ما لك حق. راح للشيخ الناصري قال له فلان يعني باع لي فد سلع وسوبر ماركت وانا خسرت بيه ومو صحيح. قال له بحضرة من؟ قال له حضرة الشيخ الخطيب. فخابرني خطير الشيخ الناصر الله يمن عليه بالصحة والعافية، هو مريض الآن. قال شنو القصة؟ قلت له هذا الأخ اشتراه عن علم وعن وعي وعن دراية، واثنين هم من أصدقائنا. قال بس هذا يشكو ويقول هذا يعني يظلمني فقال لي شو تقول إذا أضيف 1000 باوند؟ قلت له انتش عليه؟ قال يعني هذا بين متضرر ولو عن غير قصد. قلت له شيخنا انتش عليه؟ قال هكذا يصنع الأئمة، هكذا يصنع الأئمة. وفعلا اتصالحت. فأقول احنا لا نتصور مسألة إصلاح ذات البين يعني بمثلا تجاوز على الذات أو على المزاج، لا. أكثر من الإخوان ما استطعت إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف قل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. فعلينا أن نعطي من أموالنا من وقتنا لإصلاح ذات البين. وقد يكون هسه أنتم قد تتفقدون 1 2 5 6، مرة واحد مشغول ومرة في نفسه شيء، هو هذا اللي في نفسه شيء أروح عليه وأحاول أقرب وجهات النظر مع من مثلا يعتب عليه في مسألة من المسائل. وبذلك نؤكد معاني الأخوة، ونؤكد أيضا ولاءنا لرسول الله ولأهل البيت ولعلمائنا
وحتى حتى في عرف العشائر يعني يصالحون بين الناس وأكو وجهاء. الله سبحانه وتعالى حتى في العلاقات الزوجية يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لا نخلي المشكلة تتوسع أكثر وكل من يدير وجهه، لا، حاولوا تقربون بيناتهم. الله أمرنا بالصلاة بالصوم بالحج من استطاع إليه سبيلا، وأمرنا بإصلاح ذات البين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. هذا المعنى نحتاجه في ديار الغربة، وفيه نؤكد التزامنا بتعاليمنا الدينية. ليست المسألة مزاجية، الشرع هو الذي يحكمنا أو نرتضيه حلا لمشكلاتنا، بل إن الإيمان أن نحكم الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن نحكم الشرع في أنفسنا في حياتنا كما حكمه الرسول وأهل البيت والعلماء الأبرار وأصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه وعليهم جميعا، حكموه في حياتهم. واحنا من فوائد إقامة هذه المجالس هو لنؤكد على هذه المفاهيم ولنطبقها في حياتنا كما طبقوها في حياتهم. القوي من يرضخ للتعاليم الدينية، من يستجيب لها، لا يحكم الشهوات والغرائز والأمزجة، وإنما يحكم شرع الله. وهو هذا الفرق بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طبعا احنا حتى نكثر مفاهيم الأخوة علينا أن ننفتح على الآخرين حتى وإن كانوا غير مسلمين، لنستعين بهم ويستعينوا بنا. الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بمقاطعة الإنسانية وما أمرنا بنبذ الآخرين، بل أن نتقرب إليهم حتى وإن كانوا من المسيح من اليهود. أمير المؤمنين في وقت ضاع درع إلى ولقاعد رجل يهودي، اجى خاصمه إلى القاضي، وصل به الأمر أن القاضي يحكم بأن الدرع لليهودي. الإمام ما قال بالقوة وكذا منك وهذا يهودي، وإنما أعطاه الدرع لأنه هذا الرجل طبق القانون. قال للإمام علي عليه السلام ألك بينة؟ البينة على من دعا واليمين على من أنكر. ألك بينة شهود. هسه كأنما الإمام، أنا شفت المعنى هذا استوحيت، كأنما الإمام يريد يختبر هذا القاضي، وإلا هو إمام كافي شهادته كافية، بس كأنما يريد يختبر هذا القاضي حتى قال أصاب شريح درع أمير المؤمنين. أكو مثلا افرض مسؤول للمستودع المخزن، مو المخزن أو المكان أو الدرع في الشارع، وإنما كانت مخازن بصورة متواضعة، لكن كأنما يريد أن يمتحن هذا القاضي. شلون يحكم؟ سئل عندك شهود؟ قال لا. قال له الدرع درعه. قال له صدقت يا شريح. كأنما يريد فعلا يمتحن هذا الرجل. لكن هذا الرجل اليهودي اللي استفسر عرف الحل وعرف العدالة، قال نظام دين يقاضي الأمير المؤمنين مع رجل يهودي، هذا الدين أولى بالاتباع، فأعلن إسلامه على يد أمير المؤمنين وعاد الدرع إلى بيت المال. قال أما وقد أسلم فالدرع منه. هاي أخلاق أهل البيت. ويودعه يجي يودعه إلى مفترق طرق، بل في يوم من الأيام يشوف رجل مسيحي كبير يتسول. قال منو هذا؟ قال له مسيحي. قال وين؟ أنفقوا عليه من بيت المال.
أنفقوا عليهم من بيت المال. فأقول علينا أن ننفتح على الآخرين ونبين لهم إسلامنا وعاداتنا وتقاليدنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تقيم العدل، أن تحسن إليهم. هو هذا الدين أخلاق. لهذا الإمام الحسين عليه السلام يعني في واقعة كربلاء وقبلها كان يوضح للناس تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، وأن ما يقوم به بنو أمية هو مخالف قطعا للشريعة الإسلامية. أرادوا أن يعيثوا في الأرض فسادا وقد حرفوا تعاليم الدين الإسلامي، فما كان منه إلا أن ينتفض ويدعو للانتفاضة والمواجهة. وأخذ يعني فعلا يتفحص حال الناس، وكان يريد لهم الخير حتى في حالات الشدة. أحوج ما يحتاج الإنسان في حالة الشدة إلى النصير، لكنه كان الإمام يمنيهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. بل وصلت الأخبار أن أحد أصحابه اسمه محمد ابن بشير الحضرمي. هذا محمد بن بشير الحضرمي وصلته أخبار أن ابنه قد أسر في منطقة الري، ظهر في خراسان مناطق بعيدة. فقال والله ما كنت أتمنى أن يؤسر وأبقى بعده. يعني وبعد يعني عاطفته تجاه ابنه وولده، والله ما كنت أحب أن يؤسر وأبقى بعد حيا. سمع الإمام الحسين قال له اذهب واسع في فكاك ولدك. قال له سيدي أكلتني السباع حيا إن فارقتك. أكلتني السباع حيا إن فارقتك. فكان الإمام ما يفرض على الناس تعالوا وياي قوة يعني إجبارية أو تهديد بالقتل أو بسلب الأموال أو الاعتداء على الأعراض، وإنما لا، كان يطرح الموضوع. هناك من يستجيب وهناك من يتردد وهم قلة، إلا أن الذين ذادوا بين يدي أبي عبد الله الحسين كانوا على درجة عالية من الإخلاص، وعلى قمتهم وعلى رأسهم أبي الفضل العباس. فعلا نسخة لا تقبل التكرار في مسألة أخلاق. يعني احنا الآن إذا كلش أكون الاحترام الأخي أقول له أبو حسين، أبو علي، أبو محمد. أبو الفضل العباس عمره 34 سنة، واقعة كربلاء، ولادته عام 26 وكربلاء صارت 61. هالعمر هذا يقولون ما خاطب أخاه باسمه، كل سيدي مولاه، إلا في يوم كربلاء لما سقط صريعا. يقول الشاعر ما قال للصبت إلا سيدي أبدا، ولم يقل يا أخي يوما ويا ابن أبي إلا قليلا، ومنها عند مصرعه نادى أخي ونداه واضح السبب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا كتب الله لهم الخلود. واحد في أمس الحاجة لجرعة الماء قد البعض يؤول يقول حتى يصير قوي. يا سبحان الله، يعني سلوك فريد من نوعه. اشتد به العطش، اقترف غرفة من الماء، هم أن يشربها تذكر عطش أخيه. قمة الأخلاق. لما قتل أصحاب الحسين سلام الله عليه وأهل بيته، ولم يبق إلا العباس حامل لواء الإمام الحسين، وهو يسمع صراخ الأطفال من شدة العطش، تقدم بين يدي أخيه أبي عبد الله الحسين يستأذنه للقتال. قال له أخي يا أبا الفضل، أنت حامل لوائي
فكيف أعرضك لضرب السيوف؟ قال أخي لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين فأذن لي بقتالهم. قال إذا كان ولا بد فخذ القربة واطلب الماء للعيال والأطفال. ساعد الله قلب الإمام وهو يودع حامل لوائه وهو يودع أبا الفضل العباس. أخذ القربة وركب جواده وحال القوم بينه وبين الوصول إلى شاطئ الفرات، إلا أنه استطاع بشجاعته الحيدرية أن يكشفهم عن الشاطئ. نزل إلى الشاطئ وقد اشتد به العطش وقد أحس ببرد الماء، اخترف غرفة هم أن يشربه آجركم الله، فتذكر عطش أخيه الحسين فرمى الماء من يده قائلا يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني. شلون اشرب واخوي حسين عطشان، شلون اشرب واخوي حسين عطشان، وسكنه والحرم واطفال رضعان، وظل قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماء عقبه لاحل ومر. نعم ملأ القربة وركب جواده وتوجه نحو المخيم بينه وكذلك، وإذا بلعين قد كمن له من وراء نخلة فضربه على يمينه فبراها. آجركم الله لم يأبه العباس بقطع يمينه بل كان همه أن يوصل الماء إلى الأطفال. نعم استمر وواصل المسير وهو يقول والله إن قطعته يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. بينه وكذلك وإذا بلعين آخر قد ضربه على شماله فبراها، وجاء سهم إلى القربة فأراق ماها. آجركم الله وسهم آخر أصاب عينه فلم يبصر طريقه بينه وكذلك وإذا بلعين آخر آجركم الله ضربه بعمود على رأسه ففلق هامته. نادى بضعيف الصوت أخي يا أبا عبد الله عليك مني السلام. أي رحم الله من نادى وعباسا وشهيدا. ساعد الله قلب الإمام الحسين وهو يسمع استغاثات أخيه، ما كان منه إلا أن أسرع إلى المصرع قائلا أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا الكل الهموم، يا خويا استوحدون خلافك القوم ولا واحد علي بعد ينغر. نعم وصل إلى المصرع وانكب عباس أن رجلا قال يحتز رأسه
يقل ليش يا زهرة زماني، يقل وعدت سكنة تراني بما يواستحي منها وما اقدر، يقل ما درت لانك رميه وهي برجواك تسقيها مويه، وقام حسين يبكي للصواوي وينشف دمعته عن النساوي، اول تلقته تبكي سكينه تقل عمي العباس وينه، شرب ماي ونسانا وما نسينا العطش وقلوبنا تلهب من الحار، وصقت دمعة حسين وتنحى وقال لها ونار القلب تلهى بشاطئ العلقم يا عم جبت الراب، قضى وفرت تصيح الله اكبر، ثم استقبلته الحوراء زينب اخي يا ابا عبد الله اراك رجعت وحيدا فريدا، اين ابن والدي؟ اين الذي تكفلني؟ ما جابها بشيء وانما ذهب الى خيمه ابي الفضل العباس واسقط عبوده. هناك علمت ان اخاها قد قتل فهمت الى المصرع، وقف امامها الحسين، اخي الى اين تريدين؟ اخي لا تشمتي من الاعداء، تقول له انا رايحه العباس اقعد، انا رايحه العباس اقعد، ورجب جفوفه فوق زنده، وقل الحرم صارت بشده، وحملي وداعيها هوني سنده. عباس تسمع زينب تدعوك من لي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجبر مصابنا بنصر عاجل قديم عاجل سريع يا الله لقواتنا ولمقاتلينا في داخل العراق، ونصرة المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بجاه مريض كربلاء زين العابدين، سيما من قلدنا الدعاء منهم محمد رشاد ومرتضى المدرسي وكل المرضى ممن حضروا هذا المجلس مجلس العزاء وهم ينتظرون شفاعة الحسين وأبي الفضل العباس ووجاهتهم عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الآية الكريمة لطلب
الشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المؤسسون لهذا المأتم الشريف، الأخوة الحضور، الأخوات الحاضرات، اللهم تقبل أعمالنا جميعا بأحسن القبول. وإلى أرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص إلى أرواح موتى المؤسسين والباذلين، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها